التربه كاريمون شغل التربه وهذه خساره. وخساره ديال اولا الاقتصاد الجزائري قبل ما تكون للفلاح حدودا خممنا في هذيك واش نقدروا نحلوا. بدينا ديال لا سوسيتي الغفلات لو نون لا سوسيتي اكزاكتومون سميناه بوسطا هي فصة الثوم. شغل جاتني باسكو لي برودوي اللي كنت حنخدمهم كاع ولا لي ديريفي تاعهم كاع يكون فيه من هذا الباب اللي سميناها فصة الثوم. والانتاج الوفير اللي كان عندنا حنايا خاصه في منطقه الشرق كما نقولوا تلاغماش الغوم العيد هادو كاع يخدموا عثمانيه تقريبا ندخلوا الفرجيوه ولايه ميلا هادو يخدموا الثوم بوفره يعني متخصصين. ورغم ان في الجزائر كبيره جدا وعندنا بزاف انواع من انواع الثوم بصح جو مسوي فوكاليز يعني حبيت ناخذ هذاك على تما اللي كاين بزاف الوفره وكاين بزاف تما اللي يرموا ولا يصدروها اونبري دونك ملي بدا من بعد بشويه بدينا ندخلوا مواد اخرى كيما الفلفل كيما الطوماطيش كيما اونفير ماشي واش تكون في السوق وفره نقوموا بالتحويل ديالو ونعطوا له القيمه المضافه. هذا هي الفكره العامه. هي يعني صراحه انا كي بديت في 2020 واش رانا دوكا ماشي كاع المواد الاولين اللي فكرت فيهم يعني السوق هو اللي حيوريونتيك صح يكونوا عندك لي راي ابخي il faut s'adapter au marché il faut être flexible. ونصيحه يعني بالك كان شغل جات تاعي ونصيحه اللي عندهم افكار يعني المستمعين وعندهم افكار اللي يحبوا يجسدوها في ارض الواقع جامي تكون عندك فكره وحده وان بلون واحد. يكون عندك فكره معليش مليح لازم دير لها او مينيموم 3 4 ما ينجحش الاول دونك تشوفي الدوزيام. بين قوسين والله يا اختي العام الاول خسرت مينيموم 6 مليون دينار 600 مليون. بالك الواحد ما عندوش اراده وما عندوش نظره وما عندوش عزيمه وبين قوسين هادو وكل شيء بتوفيق من الله عز وجل. بالك نهار العام الاول بالك مانيش عارف ماجور الكابو جيتي ما اوبو وين نطلق كلش اون بليس كنت مشغول ربيت لازم توفر اون باغال لازم تلتهب بالبروجي تاعك ولازم ولادك دونك فريمون سي ديفيسيل. لازم واحد كي ينطامي لازم يكون عندك الكوراج لازم يكون عندك الاراده. حتى واحد يفو با بيسي لي بغا باسكو يقول لك الخساره بالربح تاعنا يقول لك الخساره بالربح الا كنت بسطات روبا دو سي نيشان ولا خلاص ما شغل نو باكون بالك تكون هذيك هي العزيمه هذيك المحفز اللي زاد لك في لا فولونتي. اشاك فوا زعما نفكرها الله غير يجي شغل ان شيغ دو بول باسكو شغل امنت بهذاك المشروع هذاك الحمد لله جوسكا مانو الحمد لله بين قوسين بالك ان شاء الله نقوم بكثير الدفعه اللي الخارج ان شاء الله ان شاء الله. وهذا توفيق من عندي تعالى مش من عندك. هذه يقولون العزيمه والاصرار ربما على المواصله هي اللي جنيت في مرحله الفو جامي بيسي هي الصح واعره سي با فاسيل ماشي باش نقولوا نسهلوا عليك نشوفوا لازم يكون عندك شويه معرفه اداريه كيفاش شويه نقولش باش تقدر او تقدر تشابوتي تبدا تشابوتي ومن بعد تقدر ديليغ ومن بعد بالعقل يكون عندك ان بون تقدر تريكريتي ومن بعد كل واحد سبيسياليتي ديالو كوتي جوريديك تريكريتي واحد كوتي جوريديك دي مارشور يقدر يديمارشي لا مارشونديز تما المشتري تاعك. ولكن تكون عندك نظره صغيره على هذا. اليوم يديروا في تكوينات ربما للمقاولين الشباب. اليوم انا نشوف ثاني بلال انه هناك دعم كبير من طرف الدوله الجزائريه للشباب اصحاب الافكار والمشاريع باش يطوروها خاصه في هذه الصناعات الغذائيه. الحمد لله على كل حال الدوله الجزائريه اللي فيها الحمد لله كاين وين كريات وين خلقت وزارات فقط لدعم المؤسسات الناشئه ولدعم الشباب بحد ذاته. بلال هل كان هذا المشروع ديالك نقدروا نقولوا حلم ديالك في الطفوله ولا في الصغر ولا ما كنتش تحلم به؟ والله يا اختي انا الحلم تاعي في الطفوله كنت حاب نولي موتر صناعي نوع كان عم تاعي او تقولوا في عمره كان موتر
وكان خالي المنصير تما شغل كنت انسبيري بهم، شغل كنت حاب نولي ممثل. لا صناري انا برا مع الكتاب، كنت داير على بها قريت دوار. ما وفقنيش ربي ودرت ربي وفقني في حاجه. المرء ميسر لما خلق له، بالك انا خلقني ربي الزراعي اكيد. الدرجه المواليه بلال في المشروع ديالك نعرفوا ان الصناعات الغذائيه ترتبط مباشره بصحه المستهلك، كيفاش تضمنون الجوده واحترام شروط النظافه والمعايير الصحيه في المنتج ديالكم؟ هي قبل ما تبدا الانتاج تاعك يعيطيك يكونوا ترخيصات من جهات معينه. انا الترخيص الاول اللي خديته من البلديه، وباش تاخذ الترخيصات لازم يكون عندك معايير محدده تحترمهم. هو جزء على السيرفيس سونتي، جزء على الحمايه، لازم يكون توفر حمايه معينه، ويجوا الحمايه المدنيه هما اللي يمدوا لك لاكور عليها. كاين الانفيرونمون ثاني، لازم تكون حافظ على البيئه تاعك، ولازم يكون الجهه المعينه اللي هي اللي تعطي لك الترخيص يكونوا كاين 8 اللي سيرفيس. الشروط هذوما يتوفروا في هذو 8 سيرفيس هما كاع يمدوا الاراء تاعهم باش تقدر تفتح.